وهو طالع عشان يجيب البيتزا فجأة ظهر 2 ماسكين سلاح وثبتوه وبيقولوا له كم واحد موجود في البيت ده، فقال لهم انا بس. وفي الوقت ده مراته ندهت عليه انه يجيب معاه العصير وهو داخل، فليو قال ان مراته دي بس هي اللي معاه جوه، فطبعا ليو عصبهم ودخلوه جوه وثبتوا مراته ماجي معاه وقال لهم خلي بالكم عشان هي حامل. وبعدها زعيم العصابة دي كسر التلفزيون وامرهم انه يطلعوا اي حاجة غالية في البيت والموبايلات والمحافظ الموجودة معاهم، حتى الدبلة كمان بتاعت ماجي خلاها تقلعها. بعدين ليو بيروح علشان يوريه مكان الخزنة فين، وبتطلع ورا لوحة في الحيطة ويظهر الفرد التاني في العصابة وهي بتسأل ماجي عن الطفل هل هو ولد ولا بنت، في مشهد غريب جدا. بعدها بنروح لليو زعيم العصابة بيسأله عن الشهادات اللي متعلقة على الحيطة وهل هو دكتور. رد ليو قال له فقال له في اي تخصص، فقال له امراض نفسية، فقال له يعني بتعالج مجانين يعني، قال له مجانين. زعيم العصابة فضل يدور في الخزنة عن فلوس مش لاقي غير كل كتب، وفجأة لقى رصيد حساب ب 250 ألف دولار في البنك.